والقصة هاي يا جماعة الخير أنا متأكد إنه ما حدا منكم بيعرفها، وأنا متأكد إنه مستحيل أو نسبة قليلة جدا من الناس اللي بتعرف هاي القصة. حتى أنا شخصيا ما كنت بعرفها لولا ما شفت واحد حكي عنها على اليوتيوب وحبيت شاركها معكم. فإذا حاب تعرف القصة بالتفاصيل اليوم أعطينا لايك ودعمنا مشان نستمر بالاشتراك في القناة أو متابعتنا على الفيسبوك. القصة كتير شيقة وحماسية بس بعد الانت. حي بها كل شي حمودي، كل شي موجود. محمود رزق الديب يا اخوان هو مواطن سوري من محافظة طرطوس. هذا الانسان كان يشتغل بألمانيا ميكانيكي، لكن صار معاه مشاكل في ألمانيا وطردوه ورجع على سوريا. ولكن هذا الانسان يا جماعة الخير ما قدر يتأقلم مع الحياة في سوريا بعد ما كان عايش في ألمانيا واموره تمام ومؤسس شغل، فما عجبه الوضع. هذا الزلمه ضل يحوص وفكر انه بده يرجع على المانيا، لكن عليه منع بالمانيا، فحاول انه يطلع من سوريا بفيزا مزوره، ولكن مع الاسف بالمطار كمشوه واخذوه وانحكم. وبعد فتره يا اخوان طلع هذا الانسان من السجن لانه ما قعد فتره كثير طويله، وضل موضوع المانيا عم يلف براسه، فقرر انه يطلع على المانيا لكن بطريقه شيطانيه ما بتخطر على بال الانسان. رح تقول لي كيف؟ هذا الانسان يا جماعه الخير متزوج وعنده اولاد، فضبط الشناتي هو ومرته وجهز ابنه وحمل حاله وطلع باتجاه الاردن، وطلع من معبر نصيب الحدودي برا يعني. وتاني يوم مباشرة حجز طيران من الأردن للشام. الموضوع غريب نوعا ما، انه كيف هذا فات من معبر نصيب الحدودي برا وبده يرجع ثاني يوم على سوريا جوا؟ لا يا جماعه الخير الموضوع ما انتهى هيك. هذا الانسان لما فات من معبر نصيب الحدودي فوت معاه مسجل كاسيت، المسجله القديمه اللي كانوا شرطانه كاسيت كلياتكم تعرفوها، وجوات المسجل الكاسيت كان حاطط مسدس وقنبله يدويه، وعاطيهم لابنه الصغير وقدر يمرقهم من الحدود ويفوتهم معه. وفعليا يا جماعه الخير قدر يفوتهم معاه على المطار كمان، بحيث انه كان عاطيهم لابنه الصغير، بحيث انه بهذاك الوقت ما كانت التجديدات اللي هي موجوده اليوم ولا كانت التكنولوجيا اللي هي موجوده اليوم، وقدر ينفذ فيهم لجوات المطار. ولما اجى دوره بده يطلع على الطياره، طلعوا على الطياره، ومجرد ما اقلعت الطياره وصارت بالجو طلع المسدس والقنبله وهدد انه راح يسقط الطائره ويفجر القنبله ويقتل بعض الاشخاص الموجودين في حال لم تغير الطياره مسارها وتتجه الى المانيا. وفعليا طلب من قائد الطياره ان يغير مسار رحلته باتجاه المانيا لحتى يوصل على المانيا ويطلب اللجوء. بصراحه فكره جهنميه. وبعد شد وكلام ونقاش بينه وبين رجال الامن اللي كانوا بالطياره، اشهر احد رجال الامن يا جماعه الخير المسدس تبعه واطلق النار باتجاه محمود الديب وقتله. وقعت القنبله بايده وانفجرت القنبله بالطياره، لكن الطياره رجعت وحطت في المطار ادراجها وما وقعت وسببت ضحايا كبيره. والقصه بهذاك الوقت اخذت صدى بسيط كونه ما كان في مواقع تواصل اجتماعي، وصرحت سوريا يوميتها وزاره الداخليه السوريه انه هذا الانسان عنده سوابق امنيه سابقه وحاول يزور فيزا، وانه كان هدفه لا تنظيمي ولا سياسي، انما كان هدفه انه يوصل الى المانيا ويطلب لجوء بعد ما المانيا طردته وكان عليه منع دخول الى المانيا. هاي القصه يا جماعه الخير فعليا قليل عدد الناس اللي بيعرفوها، وانا شخصيا ما كنت بعرفها لحتى سمعتها بالصدفه، وفعلا القصه موجوديه وحقيقيه، وبحثت عن الصحف والسجلات وتاكدنا انه هاي القصه حصلت وكانت موجوده وصارت عام 2000. بكل الاحوال يا حبايبي اذا كنت اول مره تسمع هاي القصه والقصه عجبتك اضغط على زر اللايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اذا عم تشوف من الفيسبوك اعطينا لايك ومتابعه يسعد لي روحك، وشاركني رايك حول هاي القصه بتعليق، اكتب لي بالتعليقات رايك حول هاي القصه. لا تنسى تدعمنا من خلال لايك. هلا راح يطلع لك فيديو هون وفيديو هون، روحوا واحضريهم. تحياتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.